شيخ، امرأة تسأل ليش الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب على المرأة ما تبين زينتها للرجل، والرجل من حقه يبين زينته للمرأة؟ طيب ليش الله سبحانه وتعالى ما فرض أي شيء على الرجل؟ المرأة تسأل، ترى المرأة تسأل وإحنا بخدمتها في الإجابة. نعم. أنا هم أسأل المرأة نفسها. ايش تقول له؟ أقولها أفضل وأرقى وأقدس شيء مادي في هذه الكرة الأرضية شنو هو؟ الحجر الأسود، أي الكعبة. نعم. الله سترها لو ما سترها حتى يحافظ على قداستها. الله. وترى ستر الكعبة مو اجتهادات الحكومة السعودية والخلافات الراشدية والعباسية وغيرها، لا لا لا، ستر الكعبة بتشريع الله. النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من حديث يذكر ستر الكعبة. فلان لو كان معلق بأستار الكعبة أو غيرها. وأكو حديث رائع جدا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل علي فيكم كالكعبة المستورة. الله. مثل علي فيكم كالكعبة المستورة، النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا قال الكعبة المستورة؟ ليش ما قال مثل علي فيكم كالكعبة؟ ليش حط المستورة؟ عندما وضع هذا اللافظ دلالة على زيادة قداسة الكعبة. الله. لقداستها الزائدة سترها الله تبارك وتعالى. الله. بعد أنت أيها المرأة افتهمي ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى ليش سترك؟ ستر الأشياء الثمينة اللي عند الله تبارك وتعالى، اللي هي الكعبة والمرأة. ما شاء الله. ستر الأشياء الثمينة، وأنت صحيح. من الأشياء الثمينة عند الله تبارك وتعالى، حتى لا تكوني مبتذلة. أنت جميلة جدا، أنت إنسان رائع، أنت إنسان ممكن أن يكون عرضة للشهوات والملذات. لذلك الله تبارك وتعالى سترك. الشيخ أحيانا تقول إذا أتحجب ما راح أعجب البعض، ما راح يتزوجوني، ما راح يشوفوني جميلة، لذلك ما قاعد أتحجب. لا بالعكس، هذا منطقها. بالعكس، هذا اللي يدور مرأة غير محجبة واللي يدور مرأة مبتذلة. ما أريد أنا أنتقده، يجوز عنده طبيعي في عائلته، ما أريد أنتقده، لكن أريد أقول شيء واحد. مو الكل يفكر بنفس تفكيره. لا، أنا أريد أوصل فكرة معينة. الرجل الذي يبحث عن الجمال في الشارع ولا يبحث عن الجمال في البيوت، هذا لا يستطيع أن يحافظ على المرأة بعد الزواج منها. الله.